النهاردة معانا موضوع أعتقد يهم ناس كتير قوي، اللي هو خطوات آمنة لتفتيح وتوحيد لون البشرة. هنحاول كده نفصص المعلومات دي ونطلع بالزبدة يعني. أهلا بيكي وبالمستمعين، وموضوع فعلا حيوي وبنسمعه عنه كتير. وقبل ما ندخل في التفاصيل مهم بس نأكد على نقطة المادة دي بتوضحها كويس قوي. الهدف هنا مش إننا نغير لون جلدنا الطبيعي، لأ خالص. بالظبط. الفكرة كلها في معالجة مشاكل التصبغ بقى، يعني البقع الغامقة، اللون اللي مش موحد ده اللي ممكن يظهر لأسباب كتير، عشان بس نوصل لشكل بشرة صحي ونضرة أكتر. هي دي مهمتنا النهاردة. تمام، ده توضيح ضروري جدا في الأول. طيب عشان نوصل للهدف ده، المادة اللي معانا بتقدم زي خريطة طريق كده. يا ترى إيه أول خطوة؟ يعني حجر الأساس في الخريطة دي؟ بصي، المادة بتركز بشكل قوي جدا، ويمكن دي أهم نقطة فعلا، على الوقاية من الشمس. الوقاية من الشمس دايما بنسمعها دي، بس ليه بقى هي محورية قوي كده في موضوع توحيد اللون بالذات؟ المادة بتقول إن ليها دور مزدوج، يعني بتمنع بقع جديدة وبتحافظ كمان على نتيجة أي علاج تاني. مظبوط. النقطة دي فعلا هي الأساس اللي بيتبني عليه أي حاجة تانية. المادة هنا ضيقة جدا. أشعة الشمس ال UVA وال UVB هي أصلاًها المحفز الأساسي للميلانين. هي السبب الرئيسي يعني. بالظبط. لما نتعرض للشمس من غير حماية كافية، الخلايا بتبدأ تنتج ميلانين زيادة، كأنها بتدافع عن نفسها، والزيادة دي هي اللي بتعمل الإسمرار أو البقع. تمام. فواكي الشمس هنا بيشتغل زي الدرع كده، بيقلل وصول الأشعة دي للجلد، فبيقلل إنتاج الصبغة الزيادة دي. ومش بس كده، زي ما قلتي، أي علاج بنعمله عشان نفتح بقعة موجودة، لو مش بنستخدم واقي شمس كأننا بنصب مياه في قربة مقطوعة. بنعالج ونرجع نبوظ تاني. فعلا، النتيجة عمرها ما هتبقى كويسة أو دايمة. ولازم طبعا يكون واسع المجال، بيحمي من النوعين، والاس بي اف بتاعه مناسب، والمادة أكيد بتلمح لأهمية إننا نحطه كل شوية، كل ساعتين مثلا، عشان يفضل شغال. هو استثمار يومي أساسي لصحة الجلد واللون موحد. فعلا توضيح ممتاز دور الوقاية والعلاجي ده. طيب حطينا الأساس بالوقاية، المادة بتقول إن الخطوة التانية اللي ممكن تبان بسيطة شوية هي الترطيب. إيه بقى الرابط اللي المادة بتشير ليه بين الترطيب وبين توحيد اللون؟ بتقول إن البشرة المترطبة شكلها بيبقى أحسن، أنعم وأنضر، وممكن تبان أفتح شوية، وكمان بتستقبل الكريمات العلاجية بشكل أفضل. صحيح. والعلاقة هنا أعمق شوية من مجرد الشكل. بصي، الترطيب الكويس بيحافظ على حاجة مهمة قوي، اسمها حاجز البشرة أو السكين بارير. الحاجز الجلدي. تمام. الحاجز ده هو الطبقة الخارجية اللي بتحمي الجلد وبتحبس الرطوبة جواه. لما بيكون صحي وسليم، البشرة بتقدر تحتفظ بالمياه جواها، وده بيديها شكل مليان وناضر كده، وبيخليها تعاكس الضوء أحسن، فتبان صحية أكتر، وممكن أفتح نسبياً. امم والأهم كمان، لما الحاجز ده بيبقى ضعيف وجاف، البشرة بتبقى عرضة أكتر للالتهاب والتهيج، والالتهاب ده نفسه ممكن يحفز إنتاج الميلانين ويعمل تصبغات، بالذات في أنواع بشرة معينة. يعني الجفاف ممكن يسبب تصبغ؟ ممكن يساهم فيه أو يزوده لو في قابلية. وكمان النقطة التانية اللي المادة بتقولها، البشرة الجافة دي اللي مقشرة مش بتمتص المكونات الفعالة اللي في كريمات التفتيش كويس. الامتصاص بيقل. بالظبط. فالفعالية بتقل. فالترطيب هنا مش بس بيحسن الشكل ويحمي من مشاكل جاية، لا، ده بيجهز البشرة، بيخليها أرض خصبة تستفيد أقصى استفادة من أي علاج هنحطه عليها بعد كده. بيكمل الدايرة كلها. يعني مش خطوة تكميلية وخلاص، لا ده ليه دور حقيقي في الحماية وتحسين استجابة العلاج. تمام قوي. ندخل بقى على الخطوات العلاجية المباشرة اللي المادة بتتكلم عنها. أول حاجة الكريمات الطبية الموضعية. المادة ذكرت أسماء بنسمع عنها كتير: هيدروكينون، فيتامين سي، أزاليك أسيد، ونياسيناميد. ممكن نفصصهم شوية؟ يعني كل واحد بيشتغل إزاي عشان يوحد اللون ويقلل التصبغ حسب المادة دي؟ تمام. المادة هنا بتوضح نقطة حلوة قوي، وهي إن مفيش حل سحري واحد. لا، هي مجموعة مكونات بتشتغل بطرق مختلفة وممكن تكمل بعض. استراتيجية يعني. بالظبط. نبدأ بالهيدروكينون، وده غالباً بيعتبروه أقوى مكون تفتيح موضعي في المصادر الطبية. طريقة شغله الأساسية، زي ما العلم بيقول والمادة بتشير ليه، إنه بيوقف أو بيقلل نشاط إنزيم معين اسمه التيروزينيز. تايروزينيز. أيوة. الإنزيم ده
هو الموتور الرئيسي اللي بيصنع الميلانين. فالهيدروكينون لما بيقلل نشاطه، إنتاج الصبغة بيقل في الحتة اللي بنحط عليها. بس طبعا المادة غالبا بتشدد إنه لازم يستخدم بحذر شديد وتحت إشراف طبي، ليه بقى؟ لأنه هو قوي وممكن يعمل آثار جانبية زي تهيج أو حتى نتيجة عكسية، يعني يغمق زيادة لو اتساء استخدامه. عشان كده التركيزات العالية منه لازم روشتة. تمام، يبقى الهيدروكينون قوي بس بحذر. طيب فيتامين سي ده بنسمع عنه كتير للنضارة. فيتامين سي أو حمض الأسكوربيك، يعني المادة بتوضح دوره كمضاد أكسدة قوي جدا. يعني إيه؟ يعني بيحمي خلايا البشرة من التلف اللي بتعمله الشوالد الحرة دي، اللي هي الجزيئات اللي بتطلع من الشمس والتلوث وكده، وبتعجز الجلد وتعمل بقع وبهتان. يعني حماية الأول. حماية، وليه كمان تأثير تفتيح، بس يمكن أقل شوية في القوة من الهيدروكينون. هو كمان بيقدر يقلل شوية من إنزيم التيروزيناز ده، وبيساعد يفتح البقع الموجودة ويدي نضارة عامة كده. بس مهم قوي، زي ما المادة ممكن تكون بتلمح، إننا نختار منتج فيتامين سي يكون ثابت ومتغلف كويس عشان ما يتأكسدش ويبوظ. جميل. والمكون الثالث اللي جه في المادة هو الأزاليك أسيد، إيه دوره بقى؟ الأزاليك أسيد ده ليه كذا ميزة بتخليه اختيار كويس في حالات معينة. هو كمان بيساعد في التفتيح عن طريق إنه بيقلل التيروزيناز، بس ليه كمان خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للبكتيريا. يعني كذا حاجة مع بعض. بالظبط، فده بيخليه مفيد قوي في حالات التصبغات اللي بتيجي بعد حب الشباب، اللي بنسميها Post Inflammatory Hyperpigmentation، لأنه بيشتغل على مشكلتين: بيفتح البقع البني أو الحمراء اللي سابها الحب، وفي نفس الوقت بيقلل الالتهاب، وبيعتبر ألطف شوية على البشرة من مكونات تانية. يعني ليه فايدة مزدوجة بالذات لآثار الحبوب. طيب وآخر واحد النياسيناميد، ده كمان بقى منتشر قوي الفترة الأخيرة. النياسيناميد ده بقى فيتامين بي 3. المادة غالباً بتشير ليه كمكون بتاع كله، يعني مالتي تاسكر. طريقة شغله في التفتيح مختلفة حبة. بدل ما يركز قوي على وقف الإنتاج من المصنع، هو بيشتغل أكتر على مرحلة التوزيع. التوزيع إزاي؟ يعني بيقلل انتقال حبيبات الميلانين اللي اتصنعت خلاص من الخلايا الصبغية لخلايا الجلد اللي فوق، اللي هي الخلايا الكيراتينية، فبيقلل ظهور الغمقان على السطح. فهمت. وغير كده ليه فوائد تانية مهمة قوي لصحة الجلد عموماً، زي إنه بيقوي حاجز البشرة. رجعنا تاني لحاجز البشرة وأهميته، وبيقلل الالتهاب ومضاد للأكسدة. عشان كده هو مكون لطيف وفعال لناس كتير. ونرجع نقول كلمة طبية اللي المادة استخدمتها مهمة، لأن اختيار مين ياخد إيه وبتركيز كام والمدة قد إيه محتاج دكتور عشان نتجنب أي مشاكل. فهمت كده، يعني كل واحد وليه طريقته وميزته. ده يودينا بقى للنقطة اللي بعدها اللي بتدخل أعمق شوية في العلاج، التقشير. المادة فرقت بين نوعين: يا إما نستخدم كريمات أو سيرومات مقشرة في البيت زي اللي فيها أحماض ألفا هيدروكسي AHA زي الجلايكوليك واللاكتيك، أو بيتا هيدروكسي BHA زي ساليسيليك أسيد. والنوع التاني هو جلسات التقشير الطبية اللي بتتعمل في العيادة. إيه الفكرة ورا التقشير في حتة توحيد اللون دي؟ الفكرة ببساطة ورا التقشير، سواء كيميائي أو حتى فيزيائي، هي إننا نسرع تجديد خلايا الجلد. جلدنا بطبيعته بيجدد نفسه، والخلايا القديمة بتقع وتطلع خلايا جديدة. مع السن أو عوامل تانية العملية دي بتبطأ شوية، فالخلايا الميتة بتتراكم فوق. وبتخلي الشكل باهت. بالظبط، وممكن تكون شايلة صبغة زيادة كمان. فالتقشير بيجي يسرع الحكاية دي. الأحماض زي ال AHAs وال BHA اللي في الكريمات دي بتشتغل إزاي؟ بتفكك الروابط اللي ماسكة الخلايا الميتة دي في بعضها، فبتخليها تقع أسهل. ال AHAs زي الجلايكوليك دي بتدوب في المية، ومناسبة أكتر للتصبغات السطحية وعلامات السن والبهتان عموما. أما ال BHA زي الساليسيليك ده بيدوب في الدهون، فبيقدر يدخل جوه المسام نفسها وينظفها. عشان كده هو أحسن للبشرة الدهنية واللي بيطلع لها حبوب وآثارها. فهمت الفرق. فالنتيجة إننا بنشيل الطبقة اللي فوق البهتة أو الغامقة دي، وتظهر طبقة تحتها أجدد وأفتح وأنضر. النوع التاني بقى اللي هو الجلسات الطبية، ده غالباً تقشير كيميائي بتركيزات أعلى، أو أحماض أقوى بيستخدمها الدكتور، ودي بتوصل أعمق ونتيجتها أسرع وأوضح. بس طبعاً محتاجة إشراف طبي أكيد وفترة نقاهة ممكن. ولما بنشيل الطبقات دي، الجلد الجديد اللي طالع ده بيبقى عامل إزاي؟ وهل ده ليه علاقة بنصايح تانية في المادة؟ سؤال ممتاز. الجلد الجديد ده اللي بيطلع بعد التقشير أياً كان نوعه،
بيبقى أرق وحساس أكتر للعوامل الخارجية وبالذات الشمس. رجعنا لواقي الشمس تاني. بالظبط كده. هنا بقى بنربط كل الخيوط ببعض. لو عملنا تقشير بكريم في البيت أو جلسة عند الدكتور ومن غير واقي شمس بحماية عالية وبانتظام، مش بس ممكن النتيجة تروح، لا ده ممكن التصبغات ترجع أسوأ من الأول. يا خبر! أيوة، كرد فعل دفاعي من الجلد الحساس ده. فالتقشير وواقي الشمس زي ما المادة بتقول خطوتين متلازمتين تماما، ما ينفعش دي من غير دي. يعني التقشير فعال بس عايز حرص والتزام بالوقاية. طيب المادة بعد كده بتنقل لمستوى الأعلى بقى من العلاجات، وبتذكر أمثلة زي الليزر بأنواعه أو الميزوثيرابي أو البيلينج اللي هو غالبا التقشير الكيميائي العميق أو المتوسط في العيادة، وقالت إننا بنلجأ للحاجات دي حسب تقييم الطبيب. بناء على كلام المادة، إمتى ممكن نحتاج للتدخلات الأقوى دي، وإيه فكرة كل واحد فيهم بسرعة كده؟ المادة بتصور دي كحلول متقدمة بقى للحالات اللي هي يعني أعقد شوية أو أعمق. الدكتور بيلجأ لها لما التصبغات تكون عنيدة قوي، مش بتستجيب كويس للكريمات أو التقشير الخفيف، أو في حالات معينة زي الكلف العميق أو أنواع وحامات معينة أو تصبغات شديدة بعد التهابات مثلا. تمام. بالنسبة للليزر، المادة أكيد بتلمح إن في أنواع مختلفة منه بتشتغل بطرق مختلفة. في ليزر بيروح يستهدف صبغة الميلانين نفسها بدقة، يفتتها عشان الجسم يعرف يتخلص منها. وفي أنواع تانية بتعمل زي صنفرة أو تجديد لسطح الجلد كله. اختيار النوع والطاقة بيعتمد على نوع التصبغ وعمقه ولون بشرة الشخص نفسه. والميزوثيرابي؟ الميزوثيرابي ده عبارة عن حقن مواد فعالة دايركت في طبقات الجلد الوسطى. المواد دي ممكن تكون فيتامينات، مضادات أكسدة، أحماض أمينية، أو حاجات مفتحة زي فيتامين سي أو جلوتاثيون بتركيزات معينة. الفكرة إننا نوصل المواد دي أعمق من الكريمات عشان تشتغل بشكل مباشر أكتر. والبيلينج في العيادة؟ البيلينج أو التقشير الكيميائي في العيادة زي ما قلنا بيستخدم مواد كيميائية بتركيزات أعلى من بتاعة البيت عشان يشيل طبقات أعمق من الجلد. وفي منه درجات بقى، سطحي، متوسط، عميق. كل درجة ليها استخداماتها وفترة تعافي مختلفة. والنقطة الأساسية اللي المادة بتركز عليها هي تقييم الطبيب. أيوة، دي أهم حاجة. ليه؟ لأن الإجراءات دي صحيح فعالة، بس فيها مخاطر وآثار جانبية لو متعملتش صح أو للشخص الغلط. ممكن يحصل حروق، ندبات، أو التصبغ يزيد بدل ما يقل، أو عدوى. عشان كده الدكتور لازم يقيم الحالة كويس قوي، ويتكلم مع الشخص عن التوقعات المنطقية ويوضح الفوائد والمخاطر قبل ما ياخدوا قرار يبدأوا أي علاج متقدم من دول. مش أي حد عنده بقعة محتاج ليزر يعني. فعلاً، الموازنة بين الفايدة والمخاطر دي أساسية، ودور الدكتور هنا مهم جداً. وده يوصلنا لواحدة من أهم التحذيرات اللي المادة بتختم بيها تقريباً: التحذير الشديد من استخدام أي وصفات مجهولة أو منتجات مش مضمونة أو مش مرخصة عشان التفتيح. ليه النقطة دي بالذات خطر قوي حسب كلام المادة؟ بصي، الخطر هنا كبير ومن كذا ناحية، والمادة بتحذر منه بشدة، وده ليه سبب وجيه جدا. أولاً، المنتجات دي غالباً مش معروف فيها إيه وبتركيز كام. ممكن يكون فيها مواد ممنوعة وخطر جدا زي الزئبق مثلاً، وده سم للجهاز العصبي والكلى. يا ساتر! أو كورتيزون قوي جدا، لو استخدم من غير إشراف طبي ممكن يعمل ترقق فظيع في الجلد وشعيرات دموية وحبوب وعلامات تمدد ومشاكل تانية في الجسم على المدى الطويل. ثانياً، حتى لو المكونات مش سامة، ممكن التركيزات تكون عالية جداً ومش مناسبة، أو التركيبة نفسها بايظة كيميائياً، وده ممكن يعمل حساسية شديدة، تهيج فظيع، حروق كيميائية، أو حتى يخلي المشكلة أسوأ والتصبغات ترجع أغمق وأصعب في العلاج بعدين. يعني النتيجة عكسية تماماً. بالظبط. ثالثاً، المادة بتلمح لأهمية إننا نعتمد على مصادر موثوقة في زمن كله معلومات غلط ووصفات سريعة على النت والسوشيال ميديا. الضرر اللي ممكن يحصل من منتج مجهول ده ممكن يبقى كبير قوي، وممكن علاجه ياخد وقت وفلوس كتير، ده لو عرفنا نصلحه أصلاً. فالتحذير ده يعني يعتبر صمام أمان أساسي عشان نحافظ على صحة جلدنا. تحذير في محله فعلاً، ولازم الكل ياخد باله. طيب بعد ما استعرضنا كل الخطوات دي، من الوقاية للترطيب للعلاجات الموضعية والتقشير والإجراءات المتقدمة والتحذيرات دي كلها، المادة بتلخص الفلسفة كلها في نصيحة أخيرة: أي علاج لتفتيح البشرة لازم يتم بشكل تدريجي وتحت إشراف طبيب متخصص عشان نضمن إنه آمن ونتائجه طبيعية وتدوم. إيه بقى الخلاصة النهائية اللي نقدر نطلع بيها من تحليلنا للمادة دي؟ الخلاصة اللي المادة دي بتوصلنا لها هي إن التعامل مع تصبغات البشرة عشان نوصل للون موحد وصحي ده رحلة
رحلة متكاملة محتاجة فهم ومنهجية وصبر، مش وصفة سحرية أو منتج واحد وخلاص. الرحلة دي ليها أركان أساسية. زي إيه؟ أولاً، الوقاية أولاً ودائماً. واقي الشمس ده خط الدفاع الأول والأهم. ثانياً، العناية الأساسية اللي بتسند، الترطيب المستمر عشان نحافظ على صحة حاجز البشرة. ثالثاً، العلاج الموجه، نستخدم كريمات طبية فيها مكونات فعالة ومدروسة ونختارها صح حسب نوع التصبغ وحالة البشرة. رابعاً، التجديد والتحفيز، التقشير المناسب سواء في البيت أو العيادة عشان نسرع تجديد الخلايا. خامساً، التدخلات المتقدمة لو لزم الأمر، نلجأ للليزر أو الميزوثيرابي أو التقشير العميق لو الحالة مستعصية. سادساً، والأهم يمكن، الأمان فوق كل شيء، نبعد عن أي منتجات مجهولة أو وصفات مش مضمونة. وكل ده تحت إشراف طبيب؟ بالظبط، دي النقطة المحورية. الرحلة دي كلها من التشخيص للخطة للعلاج للمتابعة لازم تكون تحت إشراف دكتور جلدية متخصص. هو الوحيد اللي يقدر يقيم الحالة صح ويعرف أسباب التصبغ إيه، لأنها ممكن تكون عرض لمشكلة تانية أصلاً، ويحط خطة علاج مناسبة للشخص ده بالذات، ببشرته، بدرجة التصبغ، بأسلوب حياته، ويوازن بين الفعالية والأمان عشان نوصل لأحسن نتيجة ممكنة بشكل صحي ومستمر. الموضوع عايز خطة ومتابعة والتزام، مش تجارب عشوائية. تلخيص ممتاز وشامل لكل النقط فعلا. يبقى كده أهم الأفكار اللي طلعنا بيها النهاردة هي مركزية واقي الشمس، أهمية الترطيب لصحة حاجز الجلد، فهم طريقة شغل المكونات الفعالة زي الهيدروكينون وفيتامين سي والأزيليك أسيد والنياسيناميد، دور التقشير بنوعيه في تجديد البشرة بس مع ضرورة الحماية بعده، وإن في علاجات أقوى زي الليزر والميزوثيرابي للحالات الصعبة، والتحذير المهم قوي من المنتجات المجهولة، وأخيراً التأكيد على إن العلاج لازم يكون بالتدريج وبإشراف طبي عشان الأمان والنتيجة الطبيعية. وممكن نضيف عليها فكرة أعمق شوية، يعني من روح المادة دي، وهي إن السعي لتوحيد لون البشرة وعلاج التصبغات لما بيتعمل صح وبطرق آمنة هو في الحقيقة جزء من العناية بصحة الجلد كله. إحنا مش بس بنحسن شكل، إحنا بنقوي وظيفة الجلد كحاجز حماية وبنحميه من أضرار جاية. هو اهتمام صحي أولاً، والجمال بيجي نتيجة ليه. نقطة مهمة جداً فعلاً، وده ممكن يخلينا نفكر في سؤال نطرحه على المستمعين اللي مهتمين بالموضوع ده، بالذات بعد ما أكدنا كذا مرة على أهمية الإشراف الطبي اللي الندة نفسها قالت عليه. لو حد خلاص قرر ياخد خطوة ويبدأ رحلة التعامل مع تصبغات بشرته، يا ترى إيه ممكن يكون أول سؤال جوهري ومهم يعني يسأله الدكتور الجلدية في أول زيارة ليه، عشان بس يضمن إنه بيبدأ صح وهو فاهم طبيعة المشوار اللي هو داخله ده؟ سؤال فعلا يستحق التفكير.